ازيك يا صاحبي؟ هل فكرت قبل كده تدخل مجال البرمجة بس خايف مش عارف هتنفع فيه ولا لأ؟ طب فعلا هو ده المجال بتاعك ولا لازم تغيره؟ بعد الفيديو ده هتعرف إذا كنت فعلا في المجال الصح ولا أنت بتضيع وقت على الفاضي. حابة أنوه تنويه بسيط قبل ما تكمل. الفيديو ده خالي من عدم الواقعية أو المثالية الزيادة. لو أنت من الناس اللي عرفت إن اللي بيتعلم البرمجة بيقبض بالدولار والموضوع عبارة عن كورس يتعلمه ويبقى مبرمج، فأنا مش محتاجة أقولك إن ده مش مكانك، لأن أنت ذات نفسك مش هتعرف تكمل وهتزهق بسرعة. فافصل الفيديو ده وشوف مجال تاني. بلاش مناهده بلا خاله بلا ماله. أنا منار، موبايل اب ديفلوبر وداتيكفرز، ودي تاني حلقة من سلسلة من غير ولا سطر كود. 3 علامات أساسية لو فيك أحب أقولك أهلا بيك، أنت تقدر تكون مبرمج شاطر. البرمجة محتاجة حد يكون عنده نفس طويل، مش من النوع اللي لما يلاقي مشكلة أو ايرور قدامه يفقد الشغف أو يروح يشوف حد يحل له المشكلة. بعض الايرورز ممكن تقعد بالساعات عشان تحلها. لو بتزهق بسرعة أو بتتقفل من أول ايرور فأنت مش هتعرف تكمل. البرمجة عاوزة حد صبور بيحاول كتير لحد ما يلاقي الحل. أعرف ناس مكملتش في المجال بسبب إن عندها ايرور بس مش أكتر. وطبعا بما إني قلت في الأول إن ده فيديو بعيد عن المثالية، فأنت أكيد مش هتقضي طول حياتك بتحل في ايرور. وارد يكون عندك نقص في معلومات، في حاجة مش فاهمها، ساعتها أنت محتاج تطلب المساعدة من حد عنده خبرة يقدر يوفر عليك مسافات. لما بنبحث مرة واتنين وتلاتة ولسه مش عارفين نتصرف، مش غلط نطلب المساعدة، بالعكس طلبك للمساعدة وقتها هيوفر عليك وقت تستغله في حاجات أهم. وخد بالك من كلامي، طلبك للمساعدة بيجي بعد محاولتك أنت. تاني علامة مهمة وهي القابلية للتعلم. يعني إيه؟ يعني تكون مستعد تتعلم حاجة جديدة كل شوية حتى لو حسيت في الأول إنها صعبة وغريبة. البرمجة مجال بيتغير باستمرار، في لغات جديدة، أدوات جديدة، طرق شغل جديدة. اللي بينجح فيه هو اللي عنده استعداد يطور نفسه دايما ويندمج مع التحديثات اللي بتحصل باستمرار. وهيكون في حلقة خاصة بكل المصادر اللي تقدر تستخدمها عشان تكون باستمرار up to date. ثالث وأهم صفة هي الاستمرارية. البرمجة مش حاجة بنتعلمها في أسبوع ولا كورس واحد ولا فيديوهين على اليوتيوب. أغلب الناس بتبدأ بحماس شديد جدا، تتحمس تذاكر وتقول أنا تمام الموضوع سهل، وبعد شوية بيحصل أول ايرور أو أول مشكلة أو الكود ما يشتغلش، ساعتها الحماس ده بيقل. تبدأ بقى الأسئلة، طب أنا مش فاهم حاجة، طب المجال ده صعب عليا، طب أنا ينفع أكمل أصلا؟ الحقيقة إن الإحساس ده طبيعي جدا، كل مبرمج شاطر دلوقتي مر بالمرحلة دي. الفرق الحقيقي بين اللي كمل وبين اللي ساب مش الذكاء ولا الشهادة ولا الكلية. الفرق إن واحد كمل حتى وهو مش فاهم كل حاجة أو متلخبط أو مش متحمس. ما هو أنت فعلا مش مطالب تفهم كل حاجة وأنت بتذاكر. في حاجات ممكن لو مش فاهمها قوي خلاص سيبها، مع الوقت هتفهم، لسه مثلا مستواك مجاش ليها، بس مش لما نعطل نسيب كل حاجة. البرمجة بس محتاج إنك ترجع تحاول، تغلط، تدور، تتعلم من الغلط وتكمل. مش مثلا تذاكر 10 ساعات في اليوم ولا تحرق نفسك، لأ، لو نص ساعة كل يوم أو ساعة كل يوم أحسن من 8 ساعات في يوم وبعدها نوقف أسبوع. الاستمرارية مهمة جدا. صدقني الموضوع مش معتمد على عبقرية ولا شطارة رياضة ولا إنك تكون فاهم كل حاجة من أول يوم. البرمجة محتاجة نفس طويل، قابلية للتعلم واستمرارية. لو عندك صبر ومستعد تتعلم وتكمل حتى وانت متلخبط يبقى البرمجة مناسبة ليك جدا وده مجالك، وكمل. وأحييك بجد إنك بتاخد خطوة شبه كده ملائمة ليك. ما تحكمش على نفسك بدري وجرب وادي نفسك فرصة وكمل. وأخيرا أحب أقولك إن أنا فخورة بيك جدا. استنى الحلقة الجاية بإذن الله، هنتكلم عن تبدأ البرمجة منين ولو تايه تختار إيه. مع السلامة.